كان يوسف الصغير متحمسا بشكل لا يوصف، فقد وعده والداه منذ أسبوع بزيارة حديقة الحيوان يوم السبت. وفي صباح يوم السبت استيقظ يوسف باكرا ونادى والديه بحماس قائلا: ألا نذهب إلى الحديقة اليوم؟ ابتسمت والدته وقالت: نعم، جهز نفسك، سنذهب بمجرد الانتهاء من الإفطار. جلسوا جميعا لتناول الإفطار وعيون يوسف تلمع من الفرح. بعد الإفطار ركب السيارة متجهين إلى حديقة الحيوان. حتى لحظات الانتظار في زحمة السير لم تكن لا تزعج يوسف الذي كان يتطلع من النافذة محاولا تمييز الحيوانات من بعيد. أخيرا وصلوا إلى الحديقة. أولى المحطات كانت عند قفص الأسود. وقف يوسف مشدوها وهو يشاهد الأسد يزأر بصوت مرتفع. كان وجهه ممتلئا بالإعجاب والخوف في آن واحد. ثم توجهوا لقفص القردة التي كانت تقفز وتلعب، مما جعل يوسف يضحك بصوت عال. أخذ يراقب القردة ويقلد حركاتها، تاركا والديه غارقين في الضحك. بعد جولة طويلة بين الأقفاص المختلفة قرروا أخذ استراحة لتناول الغداء في أحد مناطق الترفيه داخل الحديقة. جلست الأسرة معا تتبادل الحديث عن كل حيوان شاهدوه. قبل أن تغادر الأسرة أصر يوسف على الذهاب إلى متجر الهدايا لشراء تذكار يحمل صورة أحد الحيوانات. وافق والداه، واختار يوسف لعبة على شكل فيل صغير ليحتفظ بها كذكرى لهذا اليوم المميز. وفي طريق العودة إلى المنزل كان يوسف مغمورا بالسعادة. حكى قصصا عن الحيوانات التي شاهدها وأحلامه برؤية المزيد في المستقبل، بينما كان والداه يستمعان بتقدير وفرح لرؤية ابنهما سعيدا. كان يوما رائعا، وكانت حديقة الحيوان بالفعل المكان المثالي لقضاء يوم جميل مع الأسرة.